حياة للنضال ضده هو نفسه الذي يدعم الإرهابيين التكفيريين في جولان وريف القنيطرة ويداوي جرحاهم. ونقول إن عزاءنا فيك أيها الرفيق هشام هم أولئك المقاتلون والمناضلون على الساحة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وفي مناطق 48 وأماكن الشتات الذين يسطرون بدمائهم وتضحياتهم ملاحما لن تنتهي إلا بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني العادلة بإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس. شكرا للرفيق عدنان. في قلب شعب فلسطين وفي قلب حركته الوطنية الفلسطينية من أجل العودة والدولة وحق تقرير المصير تقف اليوم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مناضلة من أجل استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة لكل الشعب ولكل حركته الوطنية، بعيدا عن سياسات المصالح الفئوية الخاصة، بعيدا عن سياسات محاور عربية وإقليمية ودولية لا تقيم اعتبارا لحقوق شعبنا الوطنية. مع كلمة رفاق الشهيد هشام أبو غوش، كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يلقيها الرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية. الرفاق الأعزاء في الأحزاب السورية والحركة الفلسطينية، الأخوات، الرفيقات، الإخوة، الرفاق، أيها الحفل الكريم، في حضرة الشهادة نلتقي هنا على أرض هذا المخيم الذي قدم مئات الشهداء من أجل القضية الوطنية. نلتقي هنا حيث الشهادة ملء الأرض. في حضرة الشهادة نلتقي اليوم بإحياء ذكرى قائد بارز من قادة العمل الوطني الفلسطيني، قائد مؤسس في القيادة التاريخية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وإذا كان من طبيعة الأمور في المناسبة التي تجمعنا اليوم أن نتكلم عن هشام أبو غوش، لابد ابتداء من استئذانه. فمن بين الصفات التي اتسم بها فقيدنا الحبيب ميزة التواضع ونكران الذات والتماهي مع الجماعة ونسب الإنجاز إليها. أما نحن فمن جهتنا لن نستأذنه، فهو لم يستأذننا بالانصراف، ولكننا نستميح عذرا إذا ما حاولنا بكلمات قليلة أن فيه بعض الحق تعبيرا عن بعض الوفاء. غائبنا الكبير كان بليغا باختصار الخطاب المعلن، ساطعا بتجنب الأضواء، مؤمنا بأن العمل الجيد إنما يعبر عن نفسه بنفسه، باعتباره ملكا للمناضلات والمناضلين الساعين في رحاب القضية الوطنية. ابن عمواس الرابضة على كتف القدس التي فيها ولد وإلى جوارها عاد بعد رحلة أوليس فلسطين. ابن عمواس الذي أفنى العمر مكافحا من أجل القدس بأقصاها وقيامتها، من أجل العودة وتقرير المصير، من أجل الدولة
واستعادة الوطن السليم. ها هو الآن يرقد بسلام راضيا مرضيا بعد أن وري ثرى البيرة رام الله أسوة بشهيد فلسطين الأكبر ياسر عرفات في النقطة الأقرب إلى عمواس اللطرون، عمواس القدس، عمواس فلسطين. عرفته مخيمات الشتات، وفي سوريا بخاصة منافحا مثابرا عن قضايا الشعب والثورة في جميع المحطات الصعبة التي اجتازتها منظمة التحرير، ومدافعا عنيدا عن وحدتها كلما اقتضى الأمر. وما أن لاحت أمامه فرصة الدخول إلى فلسطين حتى اندفع نحوها بالعاطفة المشبوبة والعقل الراجح، مطمئنا أن ما ساهم من موقعه ببنائه في الشتات الفلسطيني بات بأيد مقتدرة، فهو كان على مفترق مقدمات استحقاق انتفاضة الاستقلال التي من أقصى القدس اندلعت شرارتها، ثم كان على موعد مع مواجهة الاحتلال الغاشم، وحملته الانتفاضة إلى المواقع المتقدمة تصدى لكل هذا وللاحتلال ولهجمات الاحتلال بمسمى السور الغربي. وكان بعدها على موعد مع إعادة البناء بعد انقشاع غبار المعركة، تحضيرا للجولات المتوالية فصولا، وآخرها عدوان الجرف الصامت على القطاع الذي شكلت استباحة الضفة والقدس على مدى 3 أسابيع مقدمته الدموية. لم تنقضي أيتها الرفيقات أيها الرفاق عقود النضال المتواصل بالجهد اليومي المثابر الدؤوب، لم تمضي دون أن تترك آثارها الغائرة على الجسد، وإن صقلت الوعي، فمناعة الجسد طالما تحركت باتجاه مخالف لقوة الإرادة ومنعتها. وكلما كان الخبيث يتمدد في الجسد، جسد فقيدنا الحبيب، كانت إرادته تتفولد وعزيمته تشتد في البذل والعطاء حتى الرمق الأخير، بهدوء وصمت يعكسان سمو الروح وعمق الإيمان بقضية الشعب والوطن. هكذا رحل عنا هشام أبو غوش، لم يخلف وصية ولم يوصي أحدا بأحد، بل ترك بناء وبنائين عملوا معه وتعلموا منه. هؤلاء سيغذون الخطأ بنفس التصميم في ظرف سياسي بالغ التعقيد، يطرح جملة من التحديات، تحديات يتوجب على الحركة الفلسطينية رفعها دون ما تردد. أولى هذه التحديات يتمثل بكيفية التقدم نحو استعادة الوحدة الداخلية بعد أن تبدد النتائج الكارثية للانقسام في أكثر من محطة فاصلة، آخرها العدوان الإجرامي الأخير على قطاع غزة. أثناء هذا العدوان الذي لم يستثني الضفة والقدس وإن تركز على القطاع، ظهرت المفارقة الصارخة بين الوحدة في الميدان حيث تدور المواجهة والفرقة في القرار حيث ترسم السياسة.
حالة الانقسام هذه لم تفلح خطوات على غرار تشكيل الوفد الموحد للمفاوضات، وقبلها الحكومة المنبثقة عن اتفاق الشاطئ أو تنحي حكومة حماس. لم تفلح هذه الخطوات في وضع الحالة الفلسطينية على سكة استعادة الوحدة، لأن هذه الخطوات على إيجابيتها أتت جزئية ومحدودة، وحاضرت المساس بالبنية الحامية لمركز القرار السياسي على مستوى القطبية الثنائية المتنامية. إن ما نواجهه حاليا يقتضي المعاجلة لدعوة الهيئة الوطنية العليا التي تضم جميع القوى ممثلة بقمة الهرم إلى اجتماع فوري لبحث الأوضاع، باعتبارها أي الهيئة هي المعنية بتقديم الإجابات الوافية على السؤال الملح المطروح بشقين: ماذا بعد العدوان على غزة؟ وماذا بعد فشل العملية السياسية التفاوضية بالرعاية الأمريكية المنفردة؟ ثاني هذه التحديات يتمثل بالقدرة على تشكيل الأدوات السياسية والإدارية الفاعلة في كل المستويات على طريق استعادة الوحدة الداخلية وحل المشكلات الداهمة من خلال 3 حلقات متلازمة. أولاً، تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. ثانياً، تشكيل قيادة وطنية موحدة في قطاع غزة تأخذ على عاتقها ومن موقعها إنجاح خطة إسقاط الحصار وإعادة إعمار ما دمره العدوان. وثالثاً، تشكيل خلية أزمة في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمتابعة أوضاع شعبنا في سوريا لجهة توفير الحد الأدنى من متطلبات الصمود الاجتماعي واحتواء نزيف الهجرة التي باتت تنذر بالتحول إلى ظاهرة اجتماعية تهدد تماسك البنية والدور الوطني. أما التحدي الثالث، وعلى خلفية انسداد السبل أمام الحل السياسي كما تبدى حتى الآن بالرعاية المنفردة لواشنطن، فيتمثل باتباع استراتيجية تبني من بين قضايا أخرى على عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة من أجل اكتساب عضوية دولة فلسطين في المؤسسات والاتفاقيات الدولية، وبخاصة محكمة الجنايات الدولية، وبما يفتح الأفق لهجوم سياسي دبلوماسي على خلفية مقاومة شاملة عسكرية وشعبية، هجوم سياسي يحقق المزيد من خطوات نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان. أيها الحب الكريم، وبمغزى هذه التحديات والالتزام بما ينجم عنها من مهام، نعاهد شعبنا على مواصلة الطريق حتى العودة والدولة بالقدس عاصمة. هذا عهدنا لأسرانا الذين نجلهم ونناضل حفاظا على مكانتهم وحقوقهم إلى أن يعانقوا فضاء الحرية. هذا عهدنا لجرحانا ولشهدائنا الذين سقطوا في العدوان الأخير، وهذا وعدنا للقائد هشام أبو غوش الذي ارتقى شهيدا قبل أن يرى القدس محررة وعلم فلسطين يرفرف تحت سماء عمواس لطرون، عمواس القدس، عمواس فلسطين.
نم قرير العين هانها في مثواك الأخير أيها الرفيق والأخ والصديق، فمن غيرك ينطبق عليه القول المأثور: رب أخ لم تلده أمك. والسلام عليكم. عهدا للشهيد ولكل الشهداء على مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. شكرا لكم مشاركتكم بهذا الحفل التأبيدي. حياكم الله.